والدي عليه رحمة الله كان معدي 90 سنة، وكان عندنا جار أقل من أبويا في العمر ما لا يقل عن 10 15 سنة. والله أبويا ما كان بينادي الجارنا ده إلا لما يقول له يا عم فلان أو يابا فلان. والله جارنا ما زال على قيد الحياة، بنكن له كل احترام وأدب وتقدير عشان حب أبويا له، وإن هو إزاي علمنا إن إحنا نحترم جارنا، نحترم الراجل الكبير حتى لو هو أصغر منه. كبر نحترم. والله لو كان حالة وفاة تمت في البلد كنا نغيب ما يقرب من 40 يوم، التلفزيون متغطي بفرشة لحد ما الفرشة نقلب مترابة، ما نفتح التلفزيون بأمر من أبويا الله يرحمه. كل الحبايب والأقارب والأصحاب اللي شايفين وأنا بتكلم عارفين أنا بتكلم عن شخصية طيبة جدا. أبويا كان طيب لدرجة إن ملوش علاقة بالحياة، يعني ممكن ما يعرفش يعد ال 20 جنيه لو اديتها له كده ما يعرفش يعدها، لكن عنده المبادئ اللي اتعلمها فين وازاي دي من عند ربك سبحانه وتعالى. كان العالم هي دي المجتمع، هو ده اللي كان البيئه اللي هم عايشين فيها. يتعلموا القواعد دي في كليه ايه، في جامعه ايه، مفيش الكلام ده. كليه الحياه وجامعه الحياه. قاعد معاه اليوم بطوله علشان تسمع منه كلمه عن فلان او علان او فلان قال ايه او عاد ايه، والله ما تلاقيه. 3 4 قاعدين في مكان وبيتكلموا وبيضحكوا بيهزروا على فلان او علان، هو كانه مش موجود. دي حقيقه ويكذبني فيها كل العالم اللي يعرفوني. لو انا بقول كلمه غلط، حاجات كتيره لو حكيت عن ابويا الله يرحمه عنها مش هتكفي، لكن انا ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ اقول لكم ليه بقوله دلوقتي. لان بالفعل مع تقدم العلم والتكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي والاختلاطات والدنيا، مبادئ كتيره غاليه راحت مننا، حاجات كتيره حلوه قوي 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 في حياتنا راحت مننا. الاحترام والتقدير المتبادل والاحترام المتبادل، وازاي ان العيان يطرح له، وازاي ان الميت يتشارك، حاجات كتيره قوي قوي في حياتنا فقدناها، لابد نفكر فيها تاني. مش نفكر ونطبق، وكل واحد يبدا من عنده، ما ينتظرش التاني اللي يبدا. انا عرفت ان انت تعبان هروح لك، عرفت ان عندك مشكله هروح لك، والله انت بالمقابل هترد لي، يبدا العجله تدور تاني. لكن طول ما انا منتظر ان انت اللي تبدا وانت مستني ان انا اللي ابدا، مفيش حد فينا هيبدا، مفيش حد فينا وقته. اصل تعالى فعلا نتكلم على ارض الواقع، الحياه شغله الكل والدنيا شغله الكل. لو كل واحد فينا هيستنى ان التاني اللي يبدا، سواء بالتليفون او بالمجيه او بالمقابله، لو حد تعبان نروح له، مستنيني انا اللي ابدا، مش هبدا. وانا من عندك انت مستنيك تبدا، ما انتش هتبدا، وهيفضل الحلقه تبعد والحلقه توسع، مش هتقرب. العلاج يعني لا والله في علاج، وهو ان كل واحد يبدا من عنده، كل واحد يبدا ببيته. نعلم اولاد، نعلم نفسنا الاول ونفكر روحنا الاول ان احنا ايه اللي كنا متربيين عليه وايه اللي كان ابائنا موجودين عليه، ابويا وابوك، العالم الافاضل، العالم الكرام اللي اتعلمنا منهم كل الخير، اللي شفنا على ايديهم كل الخير، اللي تعبوا وشقوا وطلعوا جيل يعني ان شاء الله يكون جيل محترم يعني العالم تفتخر بيه. يبقى المفروض ان احنا دورنا ان احنا نطبق الكلام ده مع عيالنا عشان يطلعوا برضو محبوبين، يعني ليهم سيرة في الحياة والمجتمع. العالم دي كانت طيبة قوي، العالم دي كانت غلابة قوي، العالم دي كانت على حالتها على الله قوي، لكن كانوا محبوبين قوي. احترامهم وتقديرهم للعالم كان مخليهم محبوبين. شوفوهم في جنازاتهم، شوفوا يوم وفاتهم الاعداد اللي كانت بتدفنهم قد ايه. يعني كان من الحكماء من يقول بيننا وبينهم الجنائز، يعني هيتعرف مين الغالي ومين اللي مش غالي يوم الوفاة، يوم الدفنة. انت فكر في اي بني ادم طيب محترم بيحب العالم والعالم بتحبه، شوفوا لو توفى العالم بتبقى عامله ازاي، العالم بتبقى حزين عليه ازاي، العالم كلها بتدعي له بتلقائيه من غير ما حد يقول ادعوا لفلان. هم واقفين قاعدين مجرد ما سمعوا الميكروفون بينادي ان فلان مات، والله تلقائي تلاقي واحد بيقول الله يرحمه كان راجل طيب. عايزين احنا كمان يوم وفاتنا يتقال الله يرحمه كان راجل طيب.